حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زال حديثنا مستمرا حول موضوع الإنفاق في رمضان باعتباره من أعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث هو منطلقنا إن شاء الله تعالى للكلام عن الإنفاق في سبيل الله. وكنا تحدثنا ذكرنا بحديث أعيده إن شاء الله تعالى تعميما للفائدة، وهو حديث في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من الفقر. ثم قال: إنما الدنيا وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا ل4 نفر. إنما الدنيا ل4 نفر: رجل آتاه الله تعالى مالا وعلما. رجل آتاه الله تعالى مالا وعلما فهو يصل فيه رحمه ويجعل لله فيه حقه، يطبق علمه في ماله، يحلل حلاله ويحرم حرامه. فقال: فهو بأعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، هو بأعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو كان لي مثل فلان لعملت بعمله. فهما في الأجر سواء، الأول بعمله والثاني بنيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه خبط عشوار، لا يعرف لله فيه حقا ولا يحلل فيه حراما ولا يحرم حراما، لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما. فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو بنيته يقول: لو كان لي مثل فلان لعملت بعمله. فهما في الوزر سواء، الأول بعمله والثاني بنيته. هذا هو تمام الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو حديث صحيح. كنا تحدثنا عن الشطر الأول من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقسم عليه. 3 أقسم عليه. الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق في كلامه، والتصديق بكلامه شرط في الإيمان. الإنسان لا خيار له في أن يزن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوزن بعقولنا، فما قبله العقل نصدقه فيه، وما لا يقبله العقل نرده. التصديق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في إيمانك أنت، شرط في إيمانك. إذا كنت مؤمنا
فالموقف يطلب منك التصديق المطلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهو من هذا الباب لا يحتاج إلى تأكيد. القسم في اللغة العربية إنما يؤتى به لتأكيد الخبر. متى يقسم؟ يقسم من أجل تأكيد الخبر. إذا كان في الخبر داع للشك، ملي تيكون شي خبر فيه غرابة، فيه ما يخالف فكر الإنسان وعقله، فيؤتى بالقسم من أجل تأكيد هذا الخبر هذا للسامع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه لا يحتاج إلى قسم فهو يقسم لتأكيد الخبر، لأن هذا الخبر يعني فكر الإنسان ربما قد لا يدركه ابتداء. 3 أقسم عليهن، 3 أمور يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول ما هو؟ ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص مال عبد من صدقة، هذه قاعدة، ولو أنها تخالف حساباتك أنت المادية. الحسابات ديالنا المادية احنا كنقولوا تتقضى واحد المبلغ شهري، إلا خرجتي منه كذا وكذا وبقات كذا وكذا، يعني راه ما كيبقاش ذاك المبلغ هو هذا. لكن الشرع ديالنا أيها الأحباب الكرام وديننا وعقيدتنا وفكرنا يأمرنا أن نتعامل مع القضية بمنظور آخر، ماشي بالمنظور المادي، ليس بالمنظور المادي، لا بالمنظور الشرعي، بالمنظور الغيبي. نتعامل مع هذه الأمور نتعامل معها بالغيب، أنها من قبيل الغيب. فالله عز وجل هو الرزاق، هو الذي يرزق وهو الذي يبارك، وهو الذي يبارك. الله عز وجل هو اللي كيرزق وهو اللي كيبارك. هذاك المبلغ اللي خديتيه راه رزق ساقه الله عز وجل إليك، والله عز وجل يبارك لك فيه. إلا جعل لك الله تعالى فيه البركة واخا يكون قليل، يعني يحقق لك مقصدك للحياة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة فاعلم أن مالك لا تنقصه الصدقة أبدا. المال لا تنقصه الصدقة أبدا. لماذا؟ لأن الله أمر ووعد بالوفاء، فقال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء. عرفتوا تيقولوا اللغويين كلمة شيء هي أنكر النكرات. أنكر النكرات هو شيء، بمعنى أن هذا يطلق على أقل شيء، يطلق على كلمة شيء. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم من شيء. ربما الإنسان ينفق واحد الحاجة بسيطة ينظر إليها على أنها بسيطة، لكنها عند الله عز وجل عظيمة. تكون عند الله عظيمة، أنت تشوف فيها على أنها بسيطة، ولكن عند الله تعالى تكون عظيمة. وربما تدير أنت شيء إنفاق كبير تظن أنه عظيم ولكنه ليس عظيما، ما عنده قيمة، لأنه فقد الروح دياله، نزعتي من الروح دياله وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما أخلصت فيه لله عز وجل. إذا قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مش ضعف واحد وإنما أضعافا كثيرة. والله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده أبدا، لا يخلف الله الميعاد، هذا وعده وهذا خبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما نقص مال عبد من صدقة. هذا واحد القاعدة نرسخوها، إيمانا بالغيب وإيمانا بالوحي وتصديقا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تصديقا بوعد الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. نرسخوا هذه القاعدة في الدين ديالنا. راه إلا تصدقتي بشي حاجة راه
راه ما نقص لك صدقه من المال ديالك ابدا، وانما تزيده تنميه. والله عز وجل كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله فيربيها الله عز وجل وينميها، كما ينمي أو كما يربي أحدكم فلوه. الله عز وجل تنمي لك هذه الصدقة ديالك وكينشها وكيربيها، كما يربي أحدكم فلوه. الفلو شنو هو صغير الفرس، هذاك الفرس الصغير ولا العجل الصغير. مثلا العجل الصغير اللي كيكون عندك انت كتعلفو وتتكبرو باش يكبر باش يولي بواحد الثمن كبير. كذلك الله عز وجل كيما انت كتعلف هذاك العجل وكتكبرو، الله عز وجل ينمي لك هذه الصدقه حين تتصدق بها لله سبحانه وتعالى، فتجدها عند الله عز وجل اضعافا مضاعفه. ما نقص مال عبد من صدقه. هذه النقطة الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. هذه وحدة كذلك من الغرائب التي لا يدركها عقل الإنسان، ما كتفهمش على هذه الصورة اللي رسم لنا الشرع. يعني العقل ديال الإنسان تيقول لك إذا ظلمتي خصك تدافع على راسك، تذود عن نفسك، وإلا فأنت مهزوم، أنت مغلوب، أنت مذلول. إذا ظلمت ولم ترد فأنت مذلول عند الناس. الناس هكا يشوفوا لك ونفسك هكا تحدثك أنك لم تأخذ الطأر لنفسك، لم تطور لنفسك. هكذا كيفهموا الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها لله سبحانه وتعالى، صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. رب الله عز وجل يعزك في السماء عنده، يزيدك الله عز وجل العز بهذيك المظلمة، ماشي الذل. تظنها ذلا وهي عند الله عز وجل عز. ولذلك هذه حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فين ما ظلمك شي واحد وسمحتي وصبرتي واحتسبتي الامر ديالك الى الله عز وجل، فان الله عز وجل يعزك بهذا الصبر ويرفع من شأنك ويجعل لك قيمة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال في القضية الثالثة: وما فتح عبد باب مسألة، ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من الفقر. العبد اللي كيفكر باش يفتح واحد الباب ديال المسألة. شنو باب المسألة؟ باب ديال سؤال الناس، يطلب الناس، كيفكر يفتح شي أمر من الأمور ويتوسل به باش يستعطف الناس ويطلبهم. واحد كيعبد رجليه ويدير عليها الفاصمه، واحد يعبد يديه، واحد يطيب راسو، واحد يدير ورق ديال الطبيب ويجيب الدوسي ديالو انه عنده عمليه القلب، واحد كيقول قبيلته وقعت عليها الحرب وتخربات وجرى ليها وكذا ويجمع عليها الفلوس. واحد يعني كل واحد كيبقى يقلب على حيال من اجل ان يستعطف الناس ومن اجل ان يجمع الاموال. وتقول له يا عبد الله يسعى سير تخدم، يقول لك الا خدمت غادي نربح واحد المبلغ، انا كنربح الضعف ديالو 10 المرات دابا بهذه الطريقه، وهو يظن ان هذا سيغنيه، سيغتني بهذا، ولن يغتني ابدا ابدا. ما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه بابا من الفقر. يفتح عليه الله عز وجل واحد الباب من الفقر. انت كتفتح الباب ديالك، الباب اللي غادي تفتحو انت على حسب الحيال ديالك وعلى حسب القدره ديالك والفكر ديالك، واحد الباب صغير. شحال يقدر الانسان يفتح باب صغير، لكن الذي يفتحه الله عليك، الباب اللي غادي يفتح عليك الله عز وجل، تعرف شحال هو؟ يفتح الله عليك بابا من الفقر تعيش فيه إلى أبد الآبدين. لماذا؟ لأن الفقر شنو هو؟ الفقر هو واحد الحاجة تدخل الإنسان في قلبه. إذا دخلت الإنسان الحاجة إلى قلبه لا يسدها مال الدنيا، واخا تجمع عليه مليار ولا 2 ملاير ولا 7 ملاير يظل فقيرا، كيبقى دائما فقير. وكثير من الناس هذا حالهم. احنا كنسمعوا قصص ديال الناس، كتلقى واحد كيسعى وكيجمع وبقى يجمع وبقى مدربل لابس درابل وكذا
حتى النهار يموت يقول لك راه النهار مات مشاو لقاو خازن المبلغ الفلاني يجمعوا كله هو وخزنوا في شي مكان ولن يستفيد منه ولن يسعد به ولن يعيش به، وإنما ظل فقيرا إلى أن مات وهو فقير، لأن الله عز وجل غرز له فقرا في قلبه. ولذلك قال: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم هذاك الصحابي اللي لقاه ويسعى الحاجة علمه، شرى ليه حبل وكذا، قال لي سير احتر، جاب لي يعني درهم، قال لي سير احتر من الغابة، جا باعو بجوج دراهم، أرض درهم اللي تسلف، وبدرهم الاخرى عاوتاني مشى جاب بها العواد وغدا ربح جوج درهم، ثم ربح 10 دراهم، ثم بارك. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا خص المسلم يكون، يسعى بالقليل ويبارك له الله تعالى ويغني الله سبحانه وتعالى عن الفقر. وإن شاء الله تعالى حتى لا أطيل عليكم هذا وقت صلاة العشاء، نختم إن شاء الله عز وجل كلامنا هذا بلحظات يعني بكلمات تتعلق بسورة الفاتحة، على أن نواصل حديثنا عن الإنفاق في سبيل الله تعالى في حصص قادمة. بالنسبة لسورة يعني الفاتحة، سورة الصلاة، سورة الفاتحة، نخرج بماذا؟ نخرج بدروس اللي استفدنا منها سورة الفاتحة، يعني الهدايات يعني التي يمكن أن نأخذها من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها درس عن التوحيد كامل، فيها درس عن التوحيد كامل بما فيها الألوهية والربوبية، الأسماء الصفات، يعني النبوة والاتباع، أركان التوحيد كلها مجموعة في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تستفد منها ماذا؟ درس في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن المسلم في الحياة دياله، في الأعمال دياله الدنيوية والأخروية، لا يفعل شيئا إلا وهو يستعين بالله سبحانه وتعالى، ما يدير حتى شي خطوة إلا وهو مستعين بالله سبحانه وتعالى. نستفيد منها أيضا، نستفيد من سورة الفاتحة خطورة تقليد اليهود والنصارى، أن نحذر أنفسنا وأن نحذر إخواننا من المسلمين من الرجال والنساء، نحذرهم من خطورة التشبه باليهود والنصارى، فالتشبه بهم خطير في حياتنا، التشبه بهم في مظاهرهم، في عاداتهم وتقاليدهم، في أفراحهم وفي أطراحهم، لا نتشبه بهم أبدا، نحسن صحبتهم، نبر بهم، نعاملهم بصدق وإخلاص، لا نخدعهم، لا نغدر بهم، لا نغشهم، هذا مأخوذ من ديننا الحنيف. لكن لا نتشبه بهم، لا نتخذهم قدوة، لا نتأسى بهم في أفعالهم، في عاداتهم وتقاليدهم، لا نجاملهم بشيء في دينهم أو نتنازل مجاملة لهم عن ديننا، ما نتنازلوش على شي زوج من أجزاء الدين ديالنا مجاملة لهم، وما نقلدوهم في شي حاجة في الدين ديالهم في أعيادهم، لا، هذا ما ينبغي. كل ما له علاقة بعاداتهم بعقائدهم بدينهم لا نقلدهم فيه أبدا. هذا مما يستفاد من سورة الفاتحة، وهي أم القرآن. سورة الفاتحة هي أم القرآن الجامعة لمعاني القرآن. اكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على حبيبك ونبيك وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.